منصة مليانة بالتحديات والفيديوهات الشيقة والمختلفة، منها اللي يتم بكذا طريقة ومنها اللي أول مرة تحصل في التاريخ. وعلى ذكر المحتوى الفريد من نوعه، فاحنا عندنا في الفيديو بتاع النهاردة قائمة بمجموعة من اليوتيوبرز سواء العرب أو الأجانب اللي قدروا يحطموا أرقام قياسية ويتسجل اسمهم في موسوعة جينيس للأرقام القياسية. لايك وسبسكرايب ويلا نخش في الفيديو. نبدأ بأول يوتيوبر معانا في القائمة وهو تشارلز تريبي اللي حطم رقم قياسي غريب جدا. قرر انه يوثق حياته بطريقة عميقة جدا لدرجة انه كان بينزل فلوج كل يوم من حياته، مش فيديو عادي، لا فلوج. وفضل مستمر في التنزيل لحد سنة 2017 لما حطم الرقم القياسي، لما بقى اكتر شخص يصور فلوجات يومية باستمرار بدون انقطاع، ووصل ل 3075 فلوج. The daily personal video blog posted on YouTube is 3057 videos and was achieved by Charles Trippy, aka CTFXC, United States on YouTube blog, Internet Killed TV as. وهو كان محقق قبله في سنة 2015 ريكورد بتنزيل 2200 فيديو بدون قطع ولا يوم، ولو حسبناها نلاقيه بينزل فيديوهات باستمرار لمدة 10 سنين، ولحد دلوقتي الجدع لسه بينزل فيديوهات بس مش بنفس الاستمرارية. ننتقل لتاني شخص معانا في القائمة وهو ديريك هيريون من تيم هاو ريديكلز، ومن اسمهم تفهم انهم مهووسين بالتحديات المجنونة واللي ببساطة قدروا يحققوا رقم قياسي مرتين في اعلى رمية لكرة سلة من فوق جبل. مش بس كده، ده شرط ان الكوره كمان تخش في السله. وانا بقول لك رقمين لانهم حققوا اول مره وكانت من فوق سد، بس جه التيم دود بيرفكت اللي هم برضه متخصصين في التحديات المجنونه دي وكسروا رقمه. بس هو قرر انه يعيد الكره تاني، بس المره دي من فوق اعلى جبل في افريقيا، وقدروا يكسروا الرقم بتاعهم مره تانيه لاعلى رميه لكره سله من فوق جبل. جاكسكس من قناة جاكسس ات لايف، يوتيوبر مهووس بتجميع الدروع والجوائز، وفعلا عنده مجموعة ضخمة من الدروع مع انه ما عندوش غير 2 مليون مشترك، وهو ده اللي هينقلنا الرقم القياسي. جاك عامل اكتر من 12 قناة على اليوتيوب وكلهم فوق ال 100,000 مشترك، وده طبعا يفسر لنا هو ازاي عنده كمية الدروع دي. وهو كان عايز يخش موسوعة جينيس، فكان في رقم يقدر يخليه يخش موسوعة جينيس، انه كان لازم يوصل 8 قنوات ل 100,000 مشترك ويعمل فيهم فيديوهات خاصة بيه، واقل حاجة 5 فيديوهات معديين 50,000 مشاهدة. But I just wanted to get in touch to say congratulations on your phenomenal success on YouTube. 8 channels, count them 8, not just one. Jack, that makes you officially amazing. So on behalf of everyone at Guinness World Records, please allow me to present you with this. وما وقفش لحد كده، لا ده كمل وحطم رقمه القياسي اللي كان وصله، لانه وصل ل9 قنوات عليهم 100,000 مشترك، ورجع تاني وصل ل10 قنوات عليها 100,000 مشترك. خلاص بقى ما صدق عرف الطريقة وراح ورجع تاني وحطم رقمه القياسي لوصوله ل11 قناة يوتيوب واصلة ل100,000 مشترك. يوتيوبر مجنون بمعنى الكلمة. طبعا ما ينفعش نتكلم عن التحديات والافكار المجنونة وما نذكرش اسم مستر بيست في الليستة دي. مستر بيست معروف بفيديوهاته وافكاره المجنونة، ولو حاولنا نعدها مش هنلحق، بس انا حبيت اضيف الفكرة دي لانها ببساطة مستحيلة تيجي في بال حد. كلنا عارفين امريكا مساحتها ضخمة ازاي سواء بالطول او بالعرض، فصاحبنا مستر بيست اتجنن وقال ايه، بدل ما انا فاضي كده هروح اطلب اوبر وهذنبه معايا من اقصى شرق امريكا لاقصى غربها في حوالي 2256 ميل لمدة 48 ساعة، وبكده يكون حطم رقم القياسي الاطول رحلة على اوبر. I'm currently here in North Carolina, as you can tell from my professionally drawn map, and I'm going to take an Uber from North Carolina all the way to California in one trip, and we're going to set. ننتقل لليوتيوبرز العرب ونبدا باحدث رقم قياسي حصل من اليوتيوبر اسامه مروه. كلنا عارفين طبعا ان كاس العالم كان في قطر، وعدد مباريات كاس العالم 64 مباراه لمده 28، فصاحبنا اسامه مروه قرر انه يحضر جميع المباريات بتاعه كاس العالم ويكون اول واحد يحضر جميع مباريات كاس العالم في نسخه واحده. ويا صديقي ما تفكرش انها سهله، لا، والسبب ان كل ما بتتقدم في البطوله بيكون الوقت بين المباريات قليل جدا بالنسبه لشخص لازم يحضر كل المباريات في الاستاد. ومش بس كده، ده كمان في اخر الادوار هتلاقي مباريات بتتلعب في نفس الوقت، وده اللي بيخلي التحدي صعب جدا. وده اللي حصل في الماتش رقم 48 اللي حرفيا كان هيضيع المجهود الجبار اللي حصل في البدايه. الله يستر، ضايل 57 دقيقة بس لتخلص المباراة وبنحتاج 35. بدنا 35 دقيقة نوصل للملعب. لا يا رب. بس طبعا صديقنا قدر يحطم الرقم القياسي ويحضر جميع مباريات كاس العالم. اخر يوتيوبر معانا في القائمه وهو اليوتيوبر ابو فله. اخر سنتين ليه بسم الله ما شاء الله عليه كان كاسح اليوتيوب فيها، من فيديوهات لمسابقات لجوائز لاعمال
خيرية، وكان أضخمها مبادرة أجمل شتاء في العالم أو لنجعل شتائهم أدفى. وكانت المبادرة عن تجميع 10 مليون دولار للأسر اللاجئة في الوطن العربي. وكانت الفكرة إنه يحبس نفسه في أوضة زجاجية ويفضل يبث بث مباشر متواصل لحد ما يكمل المبلغ. وفي المبادرة دي كسر رقمين قياسيين، الأول بإنه جمع أكبر قدر ممكن من المشاهدين على بث مباشر لمبادرة خيرية بإجمالي 500 ألف مشاهد. So far, you've achieved 508,000. Congratulations. والرقم الثاني كان لأطول بث مباشر بمقدار 216 ساعة بث متواصل، يعني حوالي 12 يوم من البث المتواصل. لسه جبارة وأفكار مجنونة تم تسجيلها في موسوعة جينيس للأرقام القياسية. ونكون بكده وصلنا لنهاية الفيديو بتاع النهاردة. ما تنساش تقول لي رأيك في الكومنتات، وطبعا تشترك في القناة عشان نوصل ل1000 سبسكرايبر في أقرب وقت ممكن، واللايك بيفرق جدا مع الفيديو. وبيس.